عمر بن الخطاب بالنسبة لي عبارة عن مجموعة ألغاز. حياته كلها ألغاز سواء قبل الإسلام أو بعد. الراجل ده مفيش مرة قرأت أي قصة ليه أو أي موقف حصل معاه إلا ولاقي نفسي واقف مندهش، ولكن كل ده ممكن أتقبله، على الأقل بلاقي له تفسيرات منطقية. إلا الساعة الأخيرة في حياته حصل منه موقف يعتبر أكبر لغز في حياة عمر بن الخطاب، ومن الصعب إن أنت تتقبله أو تعدي عليه كده مرور الكرام. ومفيش مرة قرأت الموقف ده ووقفت عنده إلا وسألت نفسي سؤال واحد: إذا كان ده حال عمر بن الخطاب، امال حالنا إحنا إيه؟ عمر بعد ما انطعن طعنة الغدر بالخنجر المسموم شالوه ودوه على البيت. عمر وكل الحاضرين بلا استثناء عرفوا إنها اللحظات الأخيرة، لدرجة إن الطبيب بنفسه قال له: أوصي يا عمر، قول وصيتك، أنت خلاص راحل من الدنيا. متوقع في الموقف ده إن الواحد يقول الوصية اللي عنده: بوصيكوا بكذا وبكذا وبكذا. وبما إنه أمير المؤمنين مش بس هيوصي أهل بيته، ده كمان هيوصي الأمة بالكامل من بعده. ولكن عمر عمل موقف أغرب من الغرابة. قال لابنه عبد الله: انده لي حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان كان مؤتمن على كشف اداهوله رسول الله في جميع أسماء المنافقين اللي في المدينة، وحذيفة الوحيد اللي كان يعرف الناس دي لأن الكشف معاه، وما كانش بيصلي عليهم أبدا. وبعد موت الرسول عمر بن الخطاب حاول كذا مرة يعرف من حذيفة أسماء المنافقين. هو مش عاوز يعرف هم مين لسبب شخصي، ده عشان ما يصليش عليهم أولا، وثانيا عشان يطمن على نفسه، عاوز يعرف اسمه فيهم ولا لا. وفي كل مرة من المرات دي كان رد حذيفة بن اليمان واحد، يقول له: أنا مش هطلع سر أمني عليه رسول الله، ما ينفعش. وهو على فراش الموت جاب حذيفة وقال له: بالله عليك، أنا اسمي ضمن الموجودين معاك في كشف المنافقين. فحذيفة بكى: أنت يا أمير المؤمنين بتسأل السؤال ده؟ قال له: آه. قال له: أجيبك ولا أقولها لغيرك، أنا هقول لك أنت بس، لكن مش هقولها لحد أبدا أيا كان هو مين. فقال له: اسمك مش فيهم. يطمن عمر كده؟ لا، هو كده خد منه الجواب، ولكن في خطة للتأكد. اللقطة التانية من الموضوع: عمر بن الخطاب قال لابنه عبد الله: روح لأم المؤمنين عائشة واستأذنها، قول لها عمر، ما تقولهاش أمير المؤمنين، قول لها عمر بيستأذنك إنه عاوز يندفن جنب أصحابه رسول الله وأبو بكر. أمنا عائشة قالت له: أنا كنت حاجزة المكان ده ليا، ولكن مش هعزه عن عمر، أنا موافقة. فرجع عبد الله وقال لأبوه: أم المؤمنين موافقة. راح واخد عمر ابنه على جنب بقى ووصاه وصية عشان يتأكد من صحة الكلام. قال له: بعد ما اموت وتطلع الروح وانتوا واخدين المسجد تصلوا عليا، بص وسط المصلين شوف حذيفة بن اليمان فيهم ولا لا. حذيفة ما كانش بيصلي على المنافقين، فان كان اللي قاله لعمر بن الخطاب صحيح ان اسمه مش في الكشف، يبقى هيروح ويصلي عليه. قال: في الحالة دي تاخدني بعدها عند أم المؤمنين عائشة عشان تدفنوني جنب رسول الله وجنب أبو بكر. شوف الحرص كان واصل معاه لحد فين. ولكن طبعا لو ما جاش حذيفة، يبقى حذيفة اتحرج يقول لي ان انا من المنافقين، ساعتها ما تدفنيش جنب رسول الله ولا جنب ابو بكر. اما لو جه حذيفة بقى وصلى عليا، يبقى هو صدقني القول، تطلعوا بيا من المسجد على ام المؤمنين عائشة وتستأذنها للمرة التانية. بس الاول تعرفها ان عمر مات، ما تقولهاش امير المؤمنين، قول لها عمر مات واحنا جايين عشان ندفنه زي ما اتفقنا. يمكن في حياتي اتحرجت مني، لكن بعد وفاتي الوضع هيختلف. برضه كان حريص وكان عاوز يتأكد بعد وفاته ويأكد لجميع المسلمين ان المسألة ما بتتمش كده، لازم يبقى السماح في كل شيء برضا بسماحة نفس. وصلوا فعلا عند الباب وقالوا لأم المؤمنين عمر بالباب، قالت: اتفضلوا. واتدفن عمر بن الخطاب جنب رسول الله وجنب أبو بكر الصديق. والسؤال اللي دايما بعجز قدامه وما بلاقيلوش أي إجابة: إذا كان ده حال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قائد الفتوحات الإسلامية اللي يضرب به المثل في العدل، عمر اللي كان بيتقال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، اللي كان بينام وسط الناس في الشارع بدون أي خوف، عمر الإنسان اللي عاش مع الناس حياة عادية جدا رغم أنه كان ملك المؤمنين خليفة، ومع ذلك حب يطمن ويتأكد. وكان قبل ما يموت بيقول: الويل لعمر من الله غدا إن لم يغفر له. عمر كان خايف الخوف الشديد ده كله
برغم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه إن الله أجرى الحق على قلب ولسان عمر. لما ده كان حال عمر بن الخطاب، يا ترى حالنا إحنا إيه؟ حالنا إيه وإحنا الواحد فينا بياكل ورث أخوه، بيصحى من النوم بيتنفس كذب، واحد بيظلم مراته وبيهنها، واحد مقصر في حق أولاده، واحد مقصر في حق أبوه وأمه، واحد غدار بيغدر بأصحابه، واحد مدمن للخمور، واحد مدمن للإباحية، واحدة بتعصى أوامر جوزها وتعليماته، واحدة مهملة في حق بيتها وولادها، واحدة متبرجة بتلبس ملابس تفتن بيها الناس توقعهم في المحظور. لما ده حال عمر بن الخطاب، حالنا إحنا إيه؟ وده أعجب لغز وأغرب سؤال وأصعب سؤال في نفس الوقت. باجي قدامه وقف في القصة دي تحديدا وأقول يا ترى حالنا مع الله هيكون إيه إذا كان ده كان حال الصحابة.